للجميع. انا غادي نمشي في نفس السياق اللي بدا فيه الاستاذ اليماني. غادي نقسم العرض ديالي لقسمين. القسم الاول نحاول نتناول الوضعيه علاقتها بواحد المنظور اخر، يعني الوضعيه ديال الاسر المغربيه في هذا الشيء ديال الغلاء. وفي الشطر الثاني نمشي لليماج ديال الدوله كيفاش كتفكر، لان ربما الجميع اللي شاف التقرير ديال الحليمي، النقاش ديال الحليمي وديال الجواهري. الحليمي كنعطي ديك الخلاصه الكبيره ديال ان الازمه سان بروبليم سيستيماتيك ويجب الثوره في المجال الفلاحي من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه. من بعد ما ندير العرض في لافوار ديال الفلاحه اللي كانت في مكناس، ربما الجميع سمع على ان الدوله وقعت اتفاقيه ديال الجيل الاخضر ما مقداره 110 ديال المليار ديال الدرهم سير ديزون. اذا الدوله لو كونتريبيور غادي يخلص 110 مليار في دي سيكتور. غادي نشوفوا كيفاش هاد لي سيكتور كتشوف فيهم الحكومه غادي يوليو يخدموا. واش بصح كاينه ان ريبتور مع كما جا في داكشي ديال الحليمي نظرا لهادشي ديال التضخم والانتاج، واش غادي دير الدوله قاطعه معاه ولا غادا تستمر؟ اذا كما قلت على ان التضخم ولا هذا ما غاديش نهضر عليه. غادي نمشي لواحد المؤشر اخر ما كنهضروش عليه بزاف، اللي هو المؤشر ديال الثقه ديال الاسر في الدوله ككل. لان باش كنهضروا على البلاد والاستقرار ديالها ما يمكنش تكون استقرار وما كاينش عنصر الثقه فاش كنهضر على الدوله فيها كل شيء، ماشي الحكومه. هاد المؤشر داز كانت عنده هاد البلاتان ديال 22 كانت عنده 50.1، في 21 كانت عنده 53.7. في العهد ديال الحكومه ديال اليوسفي كان 64.8. اذا كيفاش لا ديغراداسيون ديال الثقه في المؤسسات ككل دزنا من 64.7 ل 50.1. فيما يتعلق بالاسر كذلك، ان في لافان ديال 2022 عندنا 79.2% ديال الاسر صرحت بتدهور مستواها المعيشي، فيما اعتبرت 6.14 انها مستقره، ويلاه 2.6 التي اقرت ان وضعها المعيشي تحسن. يعني وسط الساكنه ديال المغرب كامل ديال الاسر 2.6 اللي حسات على انها. اذا هذا المؤشر ككل فاش كتجمع هاد لا مويان ديال التدهور ديال الاسر لقينا في 2022 ناقص 73%. دونك هبط بشكل كبير جدا مقارنه مع 21 اللي كان ناقص 66.8. الان البيرسبكتيف المستقبل في هاد الاحداث ديال 22 وما مرات كان سؤال اخر حول الاسر كيفاش كتشوف المستقبل، يعني 23 والقدام. 86% ديال الاسر توقعت على ان وضعها غادي يزداد سوءا نظرا للبطاله، نظرا لهذا عدم الاستقرار ديال المواد وداك الشيء. دونك كتبان لي ان لافونير ما غاديش يبان، وهذا تيكون عنده انعكاس لا على الاستثمار لا على الاستقرار ديال الاسر ككل. كذلك مؤشر اخر خلال هذا الشيء، هذه المؤشرات ديال مارس الاخر، ان 52% ديال الاسر اقرت على ان المداخيل ديالها تغطي جوست المصاريف ديالها، دونك ان ليكيليبر اكزاكت. في حين على ان 54% اضطرت 45.4% اضطرت اللجوء للاقتراض او المدخرات بور ايكيليبري المعدل ديال الدخل ديالها ديال الشهر. الاسبان ولات كتحاول بها ما امكن الشركات ديالها سيرتو ديال الفريز وبعض المواد اللي كتستهلك بزاف ديال الماء انهم يستثمروا في المغرب باش يستافدوا من هذا الدعم. بالمو علاش؟ لان دو شوز اسونسيال. كاين اول شيء هادشي ديال الماء، والنقطه الثانيه هي اليد العامله. لان اليد العامله في الفريز في اسبانيا تقريبا العامل في اسبانيا كياخذ 9 اورو الساعه، هنا كياخذ 9 اورو النهار. 8 ديال السوايع، يعني تقريبا عامل اسباني سي ليكيفالون ديال 8 ديال العمال المغاربه. سون دو كريتير اللي كانوا علاش كانوا تيديروا هادشي ديال الانفستيسمون تيجي مع هاد التشجيعات اللي غادي تعطى. كيبان لنا فين غادا الحكومه، ولا ستلقاو اوني غوفيرني بار سكون بو ابلي في لا تيرمينولوجي بوليتيك بار دي زينابتوكرات. سون دي زينابتوكرات كي سون كونتران الان تيصون على ان الشارع كامل غدوه
حتى واحد ما راضي على هذه الوضعيه. ولكن ما كاينش، وهنا فاش غادي نجي للاحزاب، الدور ديال الاحزاب هنا ربما الدور ديال الجمعيات والنقابات كيتسانى. هنا بزوان ديال مبادرات سياسيه قويه في الشارع من الفاعل السياسي، لان كنقولوها وهذه قاعده عند الجميع ديال ان المجتمع المدني والنقابات كتخدم il nègre le terrain mais l'acteur principal اللي غيلحقك الريزولتا سي لاكتور بوليتيك. اذا في غياب دي بروبوزيسيون بوليتيك واضحين في الشارع راه كلشي كيبقى النقاش على الهامش ونو توش با صلب ديال الموضوع بما فيه السياسات الحكوميه ككل. مثلا هذا الشيء اللي هضرت عليه ديال 110 ديال المليار راه توقعت شحال هذه، ولكن ما شفناش الروفونديكاسيون بوليتيك ديال لي بارتي بوليتيك يخرجوا يقولوا هادشي راه تخربيق، راكم غترهنوا البلاد واحد 40 عام لقدام. لان هادشي ديال الكونترا وغادي تزيد تعمق، لان تقريبا فاش هاد الكونترا اللي هضرنا ديال 110 ديال المليار فاش كتجي كتشوف شكون اللي غادي يستافد منها كتلقى تقريبا واحد 5% ديال الفلاح. علاش؟ لان عندك العدد فاش كتدير لا ريبارتيسيون ديال الاراضي في المغرب عندنا 85% عندهم قل من 5 الهكتارات. فاش كتشوف شكون اللي عنده بلوس كو 100 هكتار اللي غيستافد من هادشي كتلقى واحد 0.2 هما اللي كاين. اذا كيفاش كتوقع لا كونسونطراسيون ديال الثروه في واحد البلاصه والاكتور بوليتيك اللي هو اللي كيدير هادشي راه هو مول السياسه. انا يمكن نهضر على حقوق الانسان ولكن الاكتور بوليتيك هو اللي ياخذ الانيسياتيف. هذا من جهه. نقطه اخيره كذلك مرتبط بحقوق الانسان هو التراجع. مثلا فاش كنرجعوا للظاهره ديال الاعتقال السياسي في الثمانينات والتسعينات كان الاكتور بوليتيك حاضر بقوه. الان مساله الاعتقال السياسي مابقاش حاضر عند الاكتور بوليتيك، ولا بحال ديليغاها الجمعيات الحقوقيه. صافي راه الجمعيات الحقوقيه كدير كطالب باطلاق سراح المعتقلين ولا كان شي بيان نوقع معاه. الوغ كو في الثمانينات والتسعينات نو كان لاكتور بوليتيك لا بالجرائد ديالهم لا في التصريحات ديال القيادات السياسيه كانت حاضره مساله ديال الاعتقال السياسي وحاضره مساله ديال الحريات. توسيع هامش الحريات هو اللي كيعطيك الفضاء الولوج للشارع، هو اللي كيعطيك الفضاء للانتفاضه من بعد فاش تطلع. كنظن باللي الندوه ديال اليوم اللي كتخصها الاسباب ديال الغلاء والنتائج ديالو، كنظن باللي بينا على ان الاسباب ديال الغلاء ليس كما تقول الحكومه ان اسباب خارجيه، بل اسباب هي داخليه نتيجه لسياسات حكومه متعاقبه. واظن على ان حتى المندوب السامي للتخطيط لما تحدث على ان الاسباب ديال التضخم والازمه اللي كاينه في المغرب هي نتيجه العطب في النموذج التنموي اللي خدا المغرب منذ سنين خاصه في المجال ديال الفلاحه، لان التضخم واقع خاصه في المواد الفلاحيه الاول هي الخضار والفواكه. كذلك وقفنا عند نقطه اساسيه وهي فيما يتعلق بالمستقبل. الجميع الان يتحدث حول الجيل الاخضر. هذا الجيل الاخضر اللي الحكومه راصده ليه 110 مليار ديال الدرهم اللي غادي يغطي من 2000 ومن دابا حتى 2030. مع الاسف لاحظنا على ان في كل فيليير اللي كاينين اللي غادي تعطى لهم الدعم سواء الزيتون او الاشجار المثمره او الحمضيات ولا كاملين فيهم هدف واحد هو التقويه ديال التصدير. نجد ان دائما ان مثلا الزيتون هذا العام صدرنا 360 طن، خصنا نلحقوا ال 1000 طن. كاع العمل كله مبني ديال الجيل الاخضر هو التصدير. التصدير بما يعني بالنسبه لنا تفقير المغاربه لنا ما نبقاوش نلقاو المواد الفلاحيه بحال دابا، وكذلك التصدير ديال المال. لان فاش كتجي الحكومه كتقول لك انها صدرات 40,000 طن ديال لافوكا يعني سي ليكيفالون ديال 40 مليون متر مكعب ديال المال اللي صدرات. اذا مع الاسف الحكومه باقا غاده في نفس التصور ديالها بالرغم من نقص الخطر اللي ضاق مع هذه الازمه ديال الغلاء ديال المواد الغذائيه في